يا ابني كفايه دلع بقى، عايزين نتمرن. كان يوم من اليوم ما اعتمدت عليك في حاجه يا سي ادهم انت. يا بنتي كان عندي شغل الفترة اللي فاتت، وعارف ان انت كمان مشغولة. لا يا اخويا انا مش مشغوله، ما تشتغلنيش. انا بعرف انظم وقتي كويس قوي، انت اللي عندك مشكله يا ادهم. لا انا ما عنديش مشكلة، بس براحتنا يعني. ايه يا عم براحتنا؟ ايه جزيره الورد اللي انت عايش فيها دي؟ يا ابني السباق خلاص بعد بكره. وبعدين بصراحه بقى يعني انا عايزه اتمرن فيك. يا سلام، وانت بتتمرني بوكس؟ لا يا اخويا انت مش قد البوكس بتاعي تنيل. عامة أنا هكلم فاروق أشوف بس جدول مواعيده كده وهقول لك. وليه فاروق يعني؟ من امتى؟ أنت مالك يا أدهم؟ هو فاروق عايز يبقى معايا، إيه المشكلة يعني؟ خليك في حالك. ماشي خلاص اتفقنا؟ تمام. بعتيلي بس اللوكيشن كده وقوليلي الميعاد هيبقى امتى. ماشي أوكي، باي باي. منكرش إن كنت محرجة وأنا بقول لأدهم إن فاروق عايز يبقى معانا. أنا حاولت أجيبها له عادي، بس هو أكيد فاهم إن فاروق مش عايز يسيبني لوحدي معاه. فاروق عمال يغير فيا كتير قوي وأنا مستسلمة، بس لإمتى هفضل كده؟ حقيقي مش عارفة. بسم الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا عارف ان انا كنت مقصر جدا جدا الفتره اللي فاتت، والجروب ما فيهوش غير انا ومهاب الادمن، يعني سيبناكم وحصلت مشاكل وناس زعلت من بعض، بس انا بقول لكم ان انا رجعت وهعاقب الناس دي اللي ما التزمتش بقوانين الجروب. بتاسف تاني، انا ومهاب كنا مشغولين جدا وعشان كده بعمل الفيديو ده. احنا بندور على ادمن معانا في الجروب، بس من الاول نوافق عليه وبعد كده يكون ملتزم بقوانين الجروب معروفه. يبعت لنا كمان يقول لنا هو شايف الجروب ممكن يتطور ازاي عن طريق لائحه كده بالمواضيع اللي ممكن نفتحها. حاجه تانية يا جماعه، ان انا عاوز اقول لكم ان انا بعمل الفيديو ده عشان الجروب ده مهم لينا وليكم. الجروب ده لازم يفضل مفتوح، وعشان كده احنا عايزين ادمنز جداد، فيا ريت تبعتوا لنا واشوفكم المره الجايه. باي باي.